إلى المغرب الآن، حيث قالت الحكومة المغربية إن السلطات قررت ترحيل مواطن إسباني محكوم عليه ب30 سنة سجنا بتهمة اغتصاب أطفال بمدينة القنيطرة شمال الرباط إلى بلاده، وذلك بعد تداول أنباء عن استفادته من عفو من قبل العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش. وقد أثار خبر استفادة المواطن الإسباني المدان المدعو دانيال كالفن الذي أدانه القضاء المغربي بتهمة اغتصاب 11 طفلا أثار جدلا داخل الأوساط الحقوقية والمجتمع المدني في المغرب. من جهته امتنع وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال لقاء صحفي عن إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص قرار العفو، مكتفيا بالقول إن قرار الترحيل نفذ اليوم الخميس. ما يخص الموضوع المتعلق بالعفو، أولا ليست لدي معطيات، لكن أود هنا أن أشير هذا اليوم باتخاذ قرار بترحيل هذا الإسباني من التراب الوطني. من مدينة أكادير جنوبي المغرب تنضم إلينا نجاة أنوار الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية ما تقيش ولدي أي لا تمس ولدي. أهلا بك، وأود سؤالك أولا، كيف تلقى الشارع المغربي هذا النبأ عن ما قيل إنه عفو من العاهل المغربي عن هذا الرجل الذي أدين وحكم عليه ب30 سنة في تهمة من هذا النوع، اغتصاب 11 طفلا مغربيا؟ أولا شكرا على الاستضافة. للتوضيح فقط على أن المجتمع المغربي من المجتمعات التي عبئت لرفض ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال كظاهرة تنخر مجتمعا كمجتمعنا، والدليل على ذلك هو أن منظمة ما تقيش ولدي أي لا تلمس ابني هي أول منظمة في العالم العربي الإسلامي، مما يدل على أننا نحظى بحرية من التصرف ونحظى كذلك بمزيد من التشجيع على حماية أطفالنا. فبالنسبة لهذا المتهم فيجدر بالتذكير على أن الدستور المغربي في فصله 58 ينص على أن العفو هو حق للملك، كما هو الحال في جميع بلدان العالم. العفو من حق رؤساء وحكام هذه الدول. نعم، العفو من حق الملك، يعني أكيد أن هذا قانوني، ولكن نحن نتحدث عن رد فعلكم أنتم مثلا أو في مؤسسة حقوقية اسمها كما قلت لا تمس ولدي، ما تقيش ولدي. نعم. والتهمة هي اغتصاب 11 طفلا. الرجل أدين ويعني قضى 2 عام فقط في السجن ثم أفرج عنه. يعني هل ردكم أنكم يعني هل ردك أنك سعيدة بقدرتك على التصريح حول هذا الموضوع؟ أما يجب الدفاع عن هؤلاء مثلا؟ نحن عندما أدخل هذا المجرم الإسباني في بلدنا وبالتحديد في مدينة القنيطرة، جمعية ما تقيش ولدي هي السباقة التي آزرت الضحايا في هذا الملف. وكلنا محامي للدفاع عن الضحايا، وجهنا ضحايانا للخبير النفسي للجمعية، عممنا بياناتنا وبلاغاتنا ونددنا بهذا السلوك اللا إنساني الشنيع داخل وخارج أرض الوطن. قمنا بضجة إعلامية كبيرة بخصوص بشاعة ما ارتكب في حق أطفالنا الأبرياء، أطفالنا الصغار. توبع هذا المتهم ب30 سنة سجنا نافذة. اعتبرنا على أن هذا الحكم كان منصفا بالنسبة لنا مجتمع مدني وبالنسبة كذلك للضحايا ولأسر هؤلاء الضحايا، بل أكثر من ذلك اعتبرنا بأن 30 سنة سجن النافذة هي سابقة من نوعها. اعتبرنا هذا الحكم هو مرجعا، هو اجتهادا قضائيا. شكرا. يعني طبعا أنت تقولين أنه انتصار، ولكن 48 ساعة بعد إطلاق سراح الجاني عممنا بلاغنا لننور الرأي العام بموقفنا. طلبنا من السلطات العمومية طرد هذا الجاني،
وعندما علمنا بأنه غادر أرض المغرب راسلنا في هذا اليوم وزير الداخلية، راسلنا رئيس الحكومة نحمله المسؤولية طالبين منه بأن يصدر أوامر بمنع الجاني من الدخول مجددا إلى أرض الوطن. واضح موقفكم واضح. شكرا لك من أكادير جنوبي المغرب، نجاة نوار الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية متقيش ولدي.